السلام عليكم، هلا وشونكم، شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا أنا سويت كباب عروق العشاء. هنا أنا عندي الخضروات 2 بصل، 2 فلفل، 2 شجر، 2 بوتيتا، 2 طماطة، 2 باذنجان. هاي الخضروات أنا هنا مخلية باذنجان 3 شلت وحدة على 2 ثرمت. ثرمتهم بمحضرة الطعام، أسوي ناعم هالشكل وأثرم الكرفس وأخليه عليه. إذا عندكم كرفس معدنوس عادي ما يهم. هنا أنا ثرمتهم هيك هالشكل ناعم، وراح أخلي بهارات، أي بهارات مشكل، بس كركم، كاري، عادي. شنو عندكم بهارات بالبيت خلوه يصير طعمه كلش طيب. وهنا أنا عندي فلفل حار مال أندومي، لأن هاي الأكياس مال الأندومي ما أذبها الجهال ما يشترون. أخليها ويا الدولمة ويا الكباب ويا التشريب الأحمر، نحبه حار. وهنا أنا عندي كمون، خليت بهارات وكمون وفلفل حار وملح. راح أخلي ماجي أخلطهم. وإذا عندكم صمون حجري أو كهربائي، أي صمون بالبيت عندكم، تنقعوه وتخلوه وياه ينطي طعم كلش طيب. بس أنا كان ما عندي صمون، ما متوفر عندي، ما خليته وياه. وهنا أنا راح أخلطهم سوا، أخلط الثرمتة وبعدين أخلي الطحين عليه. هنا راح أنخل الطحين وعجنه، طعمه كلش طيب ويا الشاي ويا العصير دائما نسوي. وإذا حبيت تسووه باللحم أو بدون لحم عادي يرهم، احنا أكثر شي يحبونه بدون لحم. وهنا أنا نخلت الطحين كل الزين، وراح أبدي أعجن. طحين مو هواية تخلون حتى لا يصير فد مرة عجين ولا يصير لين. راح أعجن العجين وبعدين أبدي أقلي. هنا أنا عجنت العجين كملتها وراح أقلي. واللي يشاهد الفيديو يخلينا لايك ويشترك بالقناة حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي. وهنا كملت غسلت السنك. راح أخلي الزيت يحمى، الزيت يكون حامي. من أبدأ أقلي شوية أنصي حتى لا يطفر دهن علي، وبعدين أنصي. من أخلي بالطاوة من تنترس شوية أعلي النار حتى يقسب. وهنا بديت أقلي، شوفوا شكله كلش حلو، لا فد مرة لين ولا يعني العجينة قاسية فد مرة. وهنا بديت أقلي، راح أقلبهم كلهم حتى يشقرون عندي، ما أعوفهم حتى ما يحترقون. وبعدين أصفيه، أخلي كلينز جوا حتى يمتص الزيت كله. وإذا حبيت تسوون شاي عصير ويا، أنا سويت عصير، وناس رادت شاي وناس رادت عصير، فبس هو ويا الشاي أطيب، أكثر شي ويا الشاي أطيب. بس إحنا لا، الجهال رادوا ويا عصير، سويت لهم عصير. وهنا راح أصفيهم من الدهن وأطلعهم كلهم، وبعدين أخلي الوجبة الثانية لحد ما أكمل العجين. وهنا أنا كملت العجين، وهذا كان شكل الكباب. شوفوا ما شاء الله يخبل ومقسب وكلش طيب، ما ينشبع من طعمه. وبالأخص هاي البهارات تنطي طعم يخبل. أي بهارات عندكم، بهارات مشكل، كاري، تخلون وياه كلش طيب يصير. وهذا كان عشانه سويت زلاطة وخضروات وياه. أطيب عشاء سهل وسريع وخفيف. وهنا أنا سويت العصير وخدرت شاي، بس الشاي ما صبيته،
صبيت بس العصير، وهذا كان شكل عشانه. ولهنا فيديونا ينتهي، ومع ألف سلامة.